أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من النعم التي لا نقدرها ولا نعرف قيمتها نعمتان: نعمة الصحة ونعمة الفراغ. الإنسان يعيش في اليوم والليلة ساعات كثيرة من الفراغ، حتى أكبر الجراحين، أكبر الأكاديميين، أساتذة الجامعات، عندما يرجع للمنزل له ساعات كما يقال من ساعات الفراغ، بمعنى أنه لا يشتغل بأمر مهم. الآن هو في محل العمل يشتغل لدنياه، يكتسب المال. في ساعات العبادة يعبد ربه، هو في المسجد في حال تقدم إلى عالم الغيب. بعض الأوقات الإنسان يجلس في المنزل لا خير في دنياه، لا يشتغل بخير لا في دنياه ولا في آخرته، وهذا يتفق كثيرا. في الأزمنة السابقة مع حلول الليل وعدم الإضاءات وعدم أجهزة التلفاز، طبيعي أفضل برنامج بعد صلاة العشاء والعشاء، أي الصلاة والطعام، هو النوم. في ظلمة الليل الناس ينامون ويستيقظون قبيل الفجر، حتى غير المتدينين أهل العمل والكسب يقومون مع بزوغ الفجر. واقعا كانت هذه نعمة في الأزمنة. الآن الذي يسرق الأوقات، كلمة يسرق صحيحة هنا، الذي يسرق الأوقات هذه أدوات الالتهاء. بعض كبار السن يلتهي حتى بأدوات اللعب التي يلعب بها الصبيان، ولا داعي للتفصيل. اعلم، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اعلم أن الدنيا دار بلية لم يفرغ صاحبها فيها قط ساعة إلا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة. مدام في ساعة فراغ الآن هذه حسرة. طبعا إذا ملئت ساعة الفراغ بالحرام الأمر أعظم من الحسرة. الكلام ساعة من ساعات الفراغ تمر على الإنسان لا يعمل فيه شيئا. ولهذا رأينا بعض الصالحين، أنا أعبر بالمراقبين الآن، تعبير الولي أو كذا لا بالضرورة، إنسان يراقب فعله عندما يذهب إلى مكان وينتهي بالكلام عندما يخرج. حقيقة بعض الأوقات يبكي على حاله، يقول ما هذا المجلس الذي أخذ من عمري ساعتين ولم أستفد فيه شيئا. ولهذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد، هكذا مرت علي رواية من حالات النبي: ما قام من مجلس وإن خف، جلس مع أحد الصحابة 5 دقائق، مجلس خفيف، إلا واستغفر الله عز وجل. بعد كل مجلس يستغفر الله عز وجل، لا من الحرام، من البطالة، من الوقت الذي مر عليه من دون فائدة. إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أيضا هذا تعبير ينطبق علينا كثيرا. معروف نهاية الأسبوع للبعض إذا لم يشتغل بالحرام فالغالب عليه هو النوم. إن الله ليبغض العبد النوام،
الآن عبد نائم شيء طبيعي، الكلام النوام أي فيه مبالغة. القضية قضية بغض، رب العالمين يبغضه أي يسقطه من عينه. إن الله ليبغض العبد الفارغ. بعض الأوقات الإنسان يتحير ماذا يعمل. هناك تعبير جدا باطل من التعابير السخيفة: ماذا تعمل؟ يقول: أقتل الوقت، وكأن الوقت عدو ينبغي أن يقتل. ماذا في القرآن الكريم؟ هذه أيضا لفتة قرآنية جميلة، ونختمها بدعاء لإمامنا زين العابدين عليه السلام حول الفراغ. بعض الناس عندما يخرج من المسجد الشيطان يخدعه، يقول: أنت الآن ساعة في المسجد بحمد الله صرت موفقا، الآن خذ راحتك، الآن اشتغل بالباطل، طبعا بالباطل الغير حرام لا بأس به، أنت الآن انتهيت من الواجب. القرآن ماذا يقول في سورة الانشراح أو الشرح؟ يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما معنى فانصب؟ أي أتعب نفسك في الدعاء. انتهيت من الصلاة، إلى أين تذهب؟ اشتغل. رأيت في بعض التفاسير عبارة جميلة، يقول: اشتغل بالدعاء والعمل الصالح. الآن صرت مشحونا في المسجد، اذهب للمنزل واشتغل بعمل صالح، قراءة نافعة، تحقيق نافع، قضاء حاجة مؤمن، إدخال سرور. إذن فإذا فرغت من الصلاة اشتغل بالعمل الصالح والدعاء. أما إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه ماذا يقول؟ يقول في دعائه، يقول: فإن قدرت لنا فراغا من شغل، أرجع للمنزل لا أدري ماذا أعمل، يقول: فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعا. لا تجعل فراغي هذا فيها تبعا، ولا تلحقنا فيه سأمة. بعض الناس يتململ في المنزل، يقول: نعم أيام الدوام. بعض الناس يستوحش من الخميس والجمعة، يقول: أيام الدوام مشغولون، إذا رجع للمنزل لا شغل له، يعيش السأم. يقول إمامنا صلوات الله عليه: لا تلحقنا فيه سأمة. ولهذا من موجبات النوم الكثير هو هذا التململ، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين. كتاب الحسنات يتولون عنا مسرورين. بالمناسبة أختم كلمتي، كتاب الحسنات هؤلاء لهم زمالة معنا من الصباح إلى الليل، ولعل في اليوم الكامل صباحا وليلا معك. البعض يقول عندما تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا أي الجمع الحاضر. إن كنت في جماعة انوي المأمومين والملكين اللذين معك. هنيئا الإنسان يصادقهما من الصباح إلى الليل، لا تنسى السلام عليهما. ولعله، أنا ما رأيت في رواية، ولعله الملائكة موجودات رقيقة لطيفة، من الممكن أن تكون لهما شفاعة عند الله عز وجل، يريدان أن يكتبان لك سيئة، وأنت سلمت عليهما بتسليمة الصلاة مثلا، يقولان لله عز وجل: يا رب أتأذن لنا أن لا نكتب هذه السيئة؟ ولا مانع، رب العالمين يستجيب دعاءهما، لأنهما وجودات مقربة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج،
والعافية والنصر. أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.